هيورث، والله العظيم هيورث. القاتل لا يرث، لكن العاق هيورث عادي. عندي واحدة موكلة جاية بتقول لي ان لها ابن مش عايزاه يورث في تركة ابوه. اللي هي ست الكل، اصل هو كان مقاطع ابوه وابوه تعب بسببه ودخل المستشفى ومات، وما جاش حضر العزاء ولا الدفنه ولا حتى نزل نعي عنده على الفيسبوك. فاحنا مش عايزين نحط اسمه في اعلام الوراثه يا استاذ، ده مش هينفع والله، هيتحط. ازاي يا استاذ هيورث؟ ده ما كانش بيكلم ابوه ومقاطعه. ايوه ماشي بس هيورث. هو كان عاق بوالده، ربنا هيحاسبه، هيطلع له عيل من عياله يعمل فيه نفس الحركه، ده غير جزاء عند ربنا يوم القيامه. لكن في الميراث هيورث عادي. ده هو السبب في موته. ايوه ماشي بس هو مش هو اللي قتله، لو هو اللي قتله مش هيورث، لكن هو السبب في موته دي ما ده مش جريمه قتل، ربنا اللي هيعاقبه. ما تجادلنيش في حاجه انا ماليش ذنب فيها، اعملها لك ازاي دي؟ العقوق مش مانع من موانع الميراث، دي حاجه بقى ايه بينه وبين ربنا او سبب عدم تربيته.